السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي وفقنا لمثل هذه الاجتماعات المباركة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إخواني في الله، موضوع الليلة الذي سأتكلم عنه إن شاء الله تعالى موضوع مهم قد طلبه مني غير واحد من إخواني في الله، وعنوانه المذهب الزيدي مبني على الهيام. وينبغي أن يعلم قبل أن أتكلم على المذهب الزيدي أن أهل السنة يحبون أهل بيت النبوة حبا شرعيا، فأهل السنة كتبهم مملوءة بالثناء على أهل بيت النبوة، بل رب العزة يقول في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الصحيح، أعني صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل في كساء في بيت أم سلمة، وأدخل فاطمة وعليا وحسنا وحسينا، ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: يا رسول الله يشتكي عينيه، فأوتي به فبصق في عينيه فبريات كأن لم يكن بهما وجع، ثم أعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال له أيضا: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ويقول: من كنت مولاه، رواه الترمذي، من كنت مولاه فعلي مولاه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق الحسن والحسين: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ويقول في فاطمة: فاطمة بضعة مني، يغضبني ما يغضبها ويريبني ما يريبها، وهو في البخاري. ويقول أيضا في شأن علي بن أبي طالب
قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. رواه مسلم. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أن أم سلمة وابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم شديد الحر، وهي رؤيا منامية بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يلتقط دم الحسين ويقول: قتلوا ابني قتلهم الله، فحسب فوجد ذلك اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله تعالى عنه. فأهل السنة قل أن تجد مؤلفا إلا وهم يذكرون فضائل أهل بيت النبوة، ومنهم من يفردهم بالتأليف. طيب، فقد ألف الدولابي كتابا بعنوان الذرية الطاهرة. هكذا معشر المسلمين يحبون أهل بيت النبوة حبا شرعيا، لكن الذي أريد أن أنبه عليه وأبين وأتحدى كل من يخالف هذا هو أن المذهب الذي كان سائدا في اليمن هو مذهب مبني على هيام. كيف ذاكم؟ اسمعوا بارك الله فيكم. المذهب لا بد له من كتب يؤلفها صاحب المذهب، مثل الإمام أحمد أو الإمام أحمد له المسند، ومسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل، ومسائل أبي داود، ومسائل ابن هانئ، وهكذا الإمام الشافعي الإمام مالك الموطأ. إذا صاحب المذهب لا بد أن يكون له كتب يعزى إليه. أما مذهب كما يقال حكوا باطلا وانتظوا صارما فقالوا صدقنا فقلنا نعم، مذهب بالقوة يا إخواني وبالمغالطة فلا. لماذا؟ لأن الكتب التي عزيت إلى زيد بن علي، اسمعوها بارك الله فيكم: المجموع بقسميه، الفقه الفقه والتوحيد أو الحديث، الفقه والحديثين واحد، الرد على المرجئة، الرد على القدرية، التفسير، القراءات، الوصية. هذه الكتب كما في كتاب الإمام زيد بن علي المفترى عليه، منها ما له سند ومنها ما ليس له سند. الذي له سند يدور على كذابين. المجموع المنسوب إلى زيد بن علي من طريق عمرو بن خالد الواسطي، وقد كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كما في ميزان الاعتدال. وقال وكيع كان بجوارنا يضع الحديث، فلما فطن له تحول إلى واسط. من الذي يرويه عن هذا الكذاب؟ يرويه إبراهيم بن الزبرقان. إبراهيم بن الزبرقان هذا مضعف وليس بشديد الضعف. من الذي يرويه عن إبراهيم بن الزبرقان؟ يرويه نصر بن مزاحم
نصر بن مزاحم كان زائغا عن الحق وكذب أيضا كما في ميزان الاعتدال. فعرفنا من هذا أن المجموع لا تثبت نسبته إلى زيد بن علي رحمه الله تعالى، ولا ينبغي لسني أن يستدل عليهم من المجموع، لأنه لا تثبت نسبته، وليس بالكتاب الوحيد الذي ألف ولم تثبت نسبته، ليس بالكتاب الوحيد. فذلكم الكتاب الذي هو نهج البلاغة. نهج البلاغة من طريق علي بن الحسين المرتضى، وقد اتهمه به الإمام الذهبي، والمكتوب على الديباجة محمد بن الحسين أخوه الرضا، هو أيضا لا يثبت كما قاله الذهبي في ميزان الاعتدال. والمقبلي في العلم الشامخ أيضا كتاب الحيدة. أريد أن أنبهكم على أنه ليس بالكتاب الوحيد المجموع الذي نسب إلى عالم ولم تثبت نسبته كتاب الحيدة. فقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة محمد بن الحسن ابن أزهر الدعاء بأنه المتهم بكتاب الحيدة. نرجع إلى مؤلفات زيد بن علي، من المؤلفات الوصية بسند مظلم. الوصية لمن؟ الوصية لعلي بن أبي طالب، وهذا ليس بصحيح وليس من مذهب زيد بن علي، بل قال لمن أراد أن يتبرأ من أبي بكر وعمر اذهبوا فأنتم الرافضة. الوصية بسند مظلم، عرفت منها من ذلكم السند أحمد بن محمد بن سعيد الشهير بابن عقدة، وهو حافظ لكنه ضعيف في الحديث، يتساهل في الآخر. من الكتب أيضا القراءات، فقد ألف أبو حيان التوحيدي كتابا سماه النير الجلي في قراءة زيد بن علي. أبو حيان التوحيدي من القرن الرابع أو الخامس، ولم يذكر سندا إلى علي بن أبي طالب، هذا أمر. أبو حيان التوحيدي اسمه علي بن محمد. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال إنه ملحد كذاب. وقال الحافظ ابن الجوزي كما نقله عنه صاحب سير أعلام النبلاء، يقول ابن الجوزي زنادقة الإسلام ثلاثة. طيب، أبو العلا المعري والراوندي وأبو حيان التوحيدي. قال وأبو حيان التوحيدي أضرهم على الإسلام لأنهما أي أبو العلاء والراوندي لأنهما صرحا ومجمج، يعني ما يخرج الكلام هو، بس يفضل وينفذ به في بعض الأوقات، لأنهما صرحا ومجمج. بقية الكتب لا ينبغي أن يهتم بها لأنه ليس لها أسانيد. بقي النتف القليلة التي في كتب أهل السنة. زيد بن علي لا ينكر فضله ولا تنكر شجاعته، لكن كل ميسر لما خلق له. ما يأتي لنا بمذهب زيد بن علي ثم بعد ذلكم أيضا يدعون أنهم زيدية وهم عن نهجه بمعزل. يقول
والد محمد بن إسماعيل الأمير يدعون أنهم زيدية وهم عن نهجه بمعزل. في الواقع أنهم ليسوا بزيدية وليسوا أيضا من أتباع علي بن أبي طالب ولا من أتباع الحسن والحسين، فهم من أتباع من يا إخواننا؟ من أتباع أبي الجارود زياد بن المنذر. أنتم تسمعون بعضهم يقول نحن جارودية. أتدرون ما معنى جارودية؟ معناها أنهم يرون سب أبي بكر وعمر وسب الصحابة. وهكذا أيضا معشر الإخوة تسرب إلينا البلاء من إيران، تسرب إلينا البلاء من إيران يا وزارة الإعلام التي تحرصين كل الحرص على محاربة كتب السنة. ما لكتب الرافضة ملأت الدنيا، ما لكتب الرافضة ملأت الدنيا التي فيها الكفر الصراح، الكفر البواح. تسرب إلينا البلاء. ثم بعد ذلكم كان الأمر متماسكا ولم يكن باليمن تشيع. وليبلغ الشاهد الغائب، كان اليمن ديار سنة. رحل المسلمون إلى عبد الرزاق الصنعاني من جميع البلاد الإسلامية. وبعد ذلك ماذا؟ عند أن دخل الهادي إلى اليمن رحمه الله، نقول رحمه الله وإن كنا نرى أنه على بدعة، عند أن دخل الهادي إلى اليمن أدخل الاعتزال لكن بصورة قليلة، لم يكن متفشيا. حتى إن المؤرخ الجعدي صاحب طبقات فقهاء اليمن، صاحب طبقات فقهاء اليمن يعد دخول الهادي إلى اليمن فتنة. وراجعوا طبقات فقهاء اليمن. وفي القرن الخامس أو في القرن السادس رحل القاضي جعفر بن عبد السلام إلى العراق وبقي يطلب فيه العلم، ثم رجع بمذهب المعتزلة. ومن الذي أرسله إلى العراق؟ ومن الذي شجعه على الذهاب إلى العراق؟ إنه أحمد بن سليمان، إمام من أئمة الزيدية. أحمد بن سليمان الذي ينسب إليه الحكمة الدرية وتنسب إليه حقائق المعرفة. وفيهما لعن أبي بكر وعمر. القاضي جعفر ابن عبد السلام أدخل إلينا إلى اليمن كتب الاعتزال التي تؤدي إلى الشك في الله، والتي يقول قائل المعتزلة وهو أبو هاشم يقول والله ما يعلم الله من نفسه أكثر مما أعلم. كبرت كلمة تخرج من فيه. يقول الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. كتب المعتزلة التي ماذا يا إخواننا؟ يردون حديث رسول الله ويتحكمون فيه ويستدلون بالأباطيل. يقول قائلهم ماذا؟ افترقت أمتي على 71 أو افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، والمعتزلة أبرها وأتقاها. اسمعوا يا إخوان،
يردون أحاديث في البخاري ومسلم، أحاديث متواترة مثل حديث النزول، ثم يأتون بالأباطيل. أمة ضالة اتبعت هواها ثم يروج مذهبها في اليمن. نعم، إن كنت في شك في هذا قرأت في الأساس وفي شرح المسائل 30 المسألة لحابس ترى أنه المذهب المعتزلي الذي يبنى على الوسوسة وعلى نبذ حديث رسول الله، وإذا احتاجوا إلى الحديث الضعيف ماذا يا إخواننا؟ أتوا لهم ركبوا لهم حديثا ضعيفا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. مروي عن أنس من طرق شتى. والمعتزلة ماذا قالوا؟ أتوا بالحديث وقالوا: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. زادوا ليس، يحرفون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم